السلام عليكم صحاب تيك توك، معكم الشيف صلاح الباتني. كما نعرفوا رمضان راه على الابواب، اللهم بلغنا رمضان وما كانش مائده جزائريه في رمضان تخلو من سلطان المائده اللي هو قلب اللوز. راح نشارك معكم بطريقه سهله وبسيطه وناجح من اول تجربه، ويجي مشرب للقلب ويذوب في الفم. نبداو على بركه الله مع الشربات. عندي 3 كيلات نتاع السكر، انا كيلت بهذا الفنجان تاع القهوه، ونديروا 6 كيلات عفوا نتاع الماء يكون بارد بطبيعه الحال. يعني كل كيله تاع سكر تقابلها 2 كيلات ماء. من بعد نخلطوا كلش بارد في برد، نحطوها على النار جوست تهز الغليه، نحسبوا لها ربع ساعه ونطفيو عليها النار. نضيفوا لها فنجان او نضيفوا لها كيله نتاع ما زهر وعود قرفه ولا شريحه ليمون ونخليوه يبرد تماما. بالنسبه للعجين هنا نجيبوا 6 كيلات بنفس الكيله، 6 كيلات نتاع سميد يكون خشين. ومن بعد نديروا لها 3 كيلات بنفس الكيله بطبيعه الحال، 3 كيلات نتاع سكر، وعندي قرصه نتاع ملح. نعاودوها نحطوا هذه المكونات كامل في ريسيبيون، خلطوهم جيدا. نروحوا نخدموا السوائل. عندي كيله بنفس الفنجان تاع ما زهر، كيله تاع مارغرين ديما نذوبوها ونخليوها تبرد ونضيفوها، وعندي ايضا كيله نتاع اللبن. انا استعملت عيران جبته من الترك، ولكن نتوما تستعملوا اللبن تستعملوا حليب، هذا يرجع لكم. نخلطوا هذه المكونات جيدا مع بعض حتى ينسجموا. من بعد نضيفوهم على هذوك النواشف ونخلطوا. لهنا لازم نخلطوها حوالي 20 دقيقه، نحاولوا نذوبوا هذاك السكر، نغطيو عليها ونخليوها ترتاح لمده ساعتين. من بعد لنا نجيبوا بلاطو المقاس تاعو 30 على 20، ندهنوه بلا مارغرين، نحطوا الخليط تاعنا، نحاولوا نسويوه بلا ما نضغطوا عليه بملعقه ولا كوبات، يعني نسطحوا الوجه تاعنا. من بعد نحاولوا نعلموا الحبات تاعنا غير على الوجه بلا ما نفوتوا الموس للقاعده. نزينوه بالجوز، نغطيوه ونخليوه حوالي ساعه يرتاح قبل ما نطيبوا. من بعد نفوتوا الفرن على 180 درجه، نشعلوا من تحت كنشوفوه طاب او حمار على الجوانب نشعلوا له من الفوق. ومن بعد نعسلوه وهو سخون، يعني الشربه تكون بارده وقلب اللوز تاعنا يكون سخون، نشربوه حتى يولي يعوم. بهذه الطريقه نخليوه على جهه يبرد لمده ربع ساعه او عفوا 4 سوايع. من بعد لهنا نجيو نقطعوه، والنتيجه راهي امامكم، يجي معسل ومشرب بزاف. بنشيتكم بالصحه، ما تنساوش حركه اكسبورت. الله يوفر روحكم، السلام عليكم.